يرضيكوا الواد بيقول لي يا ماما انت ما بتعرفيش تعملي كنافه، احنا كلنا كنافه في كذا مكان وعجبتنا. فانا قلت اهو هجرب يا رب بس ما تكسفش قدام الواد، تعالوا عشان تحكموا انتوا بنفسكم. جبت اصغر صينيه في طقم الصواني، وبعدين رحت بقى ايه جبت شويه سمن كده حلوين، سمن بلدي كده ريحته جميله، وجبت الكنافه عندي. والله الكنافه دي اتخانقنا عليها قبل الفطار. المهم جبت عندي الكنافه دي، والله الكنافه دي اتخانقنا عليها قبل الفطار. هفرتها كده حلو زي ما انتوا شايفين في الصينيه، يعني هي كان فيها حتت مكلكعه مش عارفه ليه. هفردها كويس وهفرد الاطراف علشان لما احط المهلبيه فيها او القشطه الكدابه فيها يعني. انا مش حابه كلمه قشطه كدابه، المهم ان هو ايه عشان لما احط فيها المهلبيه تبقى حلوه. المهم يا جماعه ان انا هفردها كويس كده، وهشيل منها الحتت اللي هي المكلكعه فيها دي. انا عايزه اقول لكم برده هتبقى خرافيه. والكنافه روحها السمن، يعني انتوا لازم تحطوا سمن من تحت كتير جدا زي ما انتوا شفتوا كده، اللي هو لازم يكون تكون عايمه فيه كده حلوه. يعني هو مش اوفر، بس برضو ان هو لازم يكون ايه الكنافه اصلا روحها السمن. المهم المهلبيه دي انا كان عندي لبن كنت غلياه وحطيت فيه السكر حليته طبعا، وكان برد وحليته وحطيت فيه كم معلقه نشا كده وعملته وجلبته كده لغايه لما جمد، وبعدين حطيته في التلاجة ورحت صليت التراويح ورجعت وقلت هعمل الكنافه كده على طول. اهو هفردها زي ما انتوا شايفين، كانت شايفين السمك بتاعها جميل ازاي، والكنافه طبعا مفروده زي ما انتوا شايفينها برضو من على الاطراف، علشان يعني هحطها عليها كده زي ما انتوا تشوفوا برضو، بحيث ان هي تداريها ما يكونش القشطه منها للحوافز البتاع، لا يعني بص زي ما انتوا شايفين كده بس. وبعدين هروح اعمل ايه بقى، هجيب باقي الكنافه وهفردها زي برضو ما انتوا هتشوفوا كل الخطوات. هقطعها عليها برضو، خدوا بالكم انا ما قطعتهاش، انا مطلعاها من الكيس قدامكم كده على طول وقطعتها وحطيتها على طول على الوش. المهم ان انا اداري المهلبيه دي او القشطه، اداريها كويس بالكنافه ما خليش فيه حته باينه يعني. المهم انا كمان قلت ايه يعني هعمل صينيه الكنافه دي. كان بعد ما خلصت التراويح بقى رحت وقلت يعني العيال كانوا نفسهم فيها وانا ما عملتهاش اول يوم رمضان، فقلت بقى ايه خلاص انا هعملها. هقطع زي ما انتوا برضو شايفين، وكل مكان هتلاقوه ما فيهوش كنافه والقشطه باينه فيه هتقطع وتحطوها، وهترشوا من على الوش كده شويه سمن ومن على الحواف برضه. يعني بصوا من على الحواف كده هتفضلوا تحطوا حتى لما تيجوا تقلبوها، بصوا هتفضلوا تحطوا في سمن كده من على الحواف. المهم ان انا الفرن عندي بشغله بمشترك علشان الفيشه يعني البريزه بتاعته بعيد عنه شويه، فالمهم المشترك كان معلق مش عارفه ليه، فقلت خلاص هعملها على البوتاجاز برضه هتطلع بصوا خطيره. يعني طالما حاطه سمن كتير خلاص يعني مش ما تشيليش هم هتطلع تحفه. المهم بقى ان ايه هتفضلوا تلفوها كده يمين وشمال ولغايه لما تحسوا ان هي خلاص يعني فرفتت كده من الصينيه، وهتبتدوا بقى ان هي تقلبوها. شايفين عامله ازاي مفيش فلتر طبعا، وبصوا خرافيه ماسكه نفسها وجميله طالما في سمن يبقى خلاص. المهم هننزل برضو من على الجناب كده شويه سمن لغايه لما تحت يبقى برضو يحمر ويبقى زي فوق زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بالبتاع السيليكون دي او ممكن بمعلقه اي حاجه، هنزل من على الجناب بحيث ان هي برضو ما تبقاش لما بتبقى مشحطه كده من السمن مش هتستوي حلو ومش هتاخدوا نتيجه حلوه. المهم بقى ان هي اول ما تحمر كده بحس ان هي حمرت كده من تحت، هروح بقى اطلعها عشان اسقيها بالشربات. المهم بقى الواد دخل وقال لي خد يا ماما بابا جاب لك البتاع ده جربيه ده جديد. المهم ده انا عايزه اعرف بس هو ده معانا ولا علينا، طبعا انتوا فاهميني، بس هو كان طعمه خرافي يعني كان طعمه حلو جدا جدا. فالمهم عرفوني يعني هو ده تبع شركه ايه. المهم عندي الكنافه بقى هقلبها واطلعها في طبق بقى على طول. يعني بص اهي من تحت برضو حمرت كده، فهقلبها واطلعها عشان احطها في الطبق وابتدي بقى ان انا احط عليها الشربات. انا كنت عامله شربات من الفطار بس كان عندي عزومه وكده، فالمهم ان انا ايه بقى عملتها بالليل يعني. بص هنزلها قدامكم اهو وابتدي ان انا هحط شربات طبعا وهي سخنه. الشربات مش هيكون سخن علشان انا ما جربتش، بس ممكن ان هو يسيح القشطه الله اعلم. المهم الشربات مش هيكون سخن كده وهيكون مش خفيف برضو قوي، يعني انا ما بحبش الشربات خفيف قوي بالذات بتاع الكنافه، المفروض ما يكونش خفيف قوي. المهم هحط له الشربات وهو زي ما انتم شايفينها. بصوا يلا بقى عايزاكم تقولوا للبودي في الكومنتات ماما بتعرف تعمل كنافه ولا لا.
عشان هي يعتبر ان احنا اتسحرنا بيها يعني، وخصوصا ان كان نفسنا فيها بقالنا فتره وما رضيتش اعملها. قلت خلاص رمضان جرب علشان ناكلها كده بايه واحنا مشتاقين ليها فيكون طعمها احلى. شايفين عامله ازاي؟ بصوا هطلع لكم، شايفين القشطه عامله ازاي فيها؟ خرافيه، ماسكه نفسها وفظيعه. بالف هنا وشفا بقى. يلا ما تنسوش تقولوا لي رايكم. وكل سنه بقى وانتم طيبين. احنا في بوتاجاز ما فيش بوتاجاز، في فرن ما فيش فرن، ما فيش حاجه بتوقفنا. كل عام وانتم بالف خير.